تخيل مكان بيجمع بين السحر الطبيعي والفوائد العلاجية في نفس الوقت. أكيد المكان ده هيكون بحيرات الملح في سيوة. النهاردة أنا هاخدكم في التجربة نشوف فيها بحيرات الملح، المية اللي باللون الفيروزي دي زي ما انتم شايفين، محاطة كمان بجبال من الملح ناصع. شايفين احنا في مكان حلو قوي قوي يا جماعة. النهاردة احنا هناخد جولة في البحيرات دي، هننزل ونجربها وهقول لكم كمان على الفوائد بتاعتها وايه افضل الاوقات لزيارتها. يلا بينا نبدأ. بحيرات الملح في سيوة مش مجرد مناظر طبيعية، لكن دي واحدة من الظواهر المدهشة اللي بتقدم فوائد بيئية وطبية كتير. أول حاجة يعني الاستشفاء الطبيعي. المياه المالحة دي يا جماعة بتحتوي على المعادن اللي بتكون مفيدة للبشرة وبتعالج بعض الأمراض الجلدية، ده غير طبعا تخفيف آلام المفاصل والتهابات الجلد. تاني حاجة دي مورد بيئي متجدد، يعني البحيرات دي مصدر مهم للأملاح والمعادن اللي بتستخدم في العديد من الصناعات زي مثلا إنتاج الملح، وكمان بتستخدم في صناعة التجميل والعناية بالبشرة. شايفين الملح اللي موجود في الأرض عادي ده؟ الله على ده إحساس. فكرة إنك تطفو على المية دي تجربة بجد جديدة، إحساس مختلف يا جماعة، وده بسبب تركيز الملح العالي في المية. دي بتخلي كثافة المية أكبر من كثافة الجسم البشري، فده معناه إن عمرك ما هتغرق ومش محتاج تعمل أي مجهود غير إنك تسترخي وتستمتع باللحظة دي. في نصيحة بقى هديها لكم، بلاش تغوص بالكامل في المية وحاسب على عينيك، وكمان لازم تغسل جسمك بالمية العذبة لتجنب تأثير الملح على بشرتك. أفضل أوقات لزيارة بحيرات الملح في سيوة هي فصل الربيع وفصل الخريف. ودي كانت تجربتي في بحيرات الملح في سيوة.